دكتور، كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة. يعني نويت أنا وجوزي إن شاء الله إن إحنا نتكفل بطفلة يتيمة. ما خلفتوش يعني؟ لا لا، الحمد لله ربنا رزقنا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طب وعايزين تتكفلوا طفله، يعني اشمعنى طفله؟ طفل ما ينفعش؟ لا يعني مش فارقة، بس يعني إحنا قلنا بنت، فمش فارقة ولد أو بنت، يعني المهم. يعني مش تروحوا ده المكان السؤال. اللي هو فيه وتدوا له مصاريفه؟ لا، يبقى معانا، يبقى لا، معانا ما في يبقاش بيتنا. معاكم، ما يبقاش معاكم ابدا. طب ليه حضرتك؟ مش انت مخلفه؟ الحمد لله رب العالمين. عندك ولدين؟ الحمد لله. ايش عرفني ان عندك ولدين؟ نعم. ايش عرفني انا ان انت عشان عندك قلت إن ولدين؟ أنا عايزة أجيب بنت يعني، فحضرتك تخيلت كده، معلش، بتهيألي. هو تخيل ليه؟ المهم عندك ولدين ولا لا؟ الحمد لله. طيب يبقى طلعوا ولدين اهو، بلا تخيلت بلا حاجه. هتجيبي طيب. بنت يعني تكبر يعكسوها ويتحرشوا بيها؟ لا، انا قرات فتوى انت لما تفضلي قررت السؤال. حبيبتي اسمعيني بس. طب. اللي عايز يكفل يتيم يروح يودي له الزيت والسكر والصابون والقماش والفلوس وهو مطرحه، ولا يدخل بيته ولا يؤدي الى تحرش ولا بحرش ولا اي حاجه نهائي، الا اذا وجد لا قدر الله في الشارع ولا مأوى له وآواه راح للشرطه وعمل المحاضر والاجراءات الرسميه ويدخله بيته حتى يجد له ملجأ، وده الافضل والاحسن، لان ممكن اجيبه عشان ادخل بيه الجنه ادخل بيه جهنم. انت بتعمل ايه؟ والواد يكون وارث جينات عفرطه، الله يهديه ويصلح حاله لامه. ده ممكن تضربيه وممكن تقتليه كمان، وممكن تحصل جرائم. احنا بنعالج